الموعد الأسبوعي لتغذية حبيبة. دي اللي هي المزر الأم. دي أنا خدت جزء منها صراحة، أنا لا بوزن ولا بعاير ولا أي حاجة، أنا يعني بالبركة كده يعني. خدت جزء منها لأن دي الأساس يعني. أهي، وحطيت لها شوية دقيق، شوية مية دافية بسيط قوي كده في الميكرويف. أهي لسه حالا دلوقتي، ما بقالهاش 10 دقايق. دي أول حاجة، دي الأولانية. ودي التانية اللي كانت بالتمر، خدت جزء منها غزيتها بالدقيق، وهحط لها واحدة تمر كده ملحية صغيرة اهي. حطيت لها برضو معلقتين مية دافية وشوية دقيق صغيرين، يعني زي معلقة كبيرة كده دقيق، وهنحط لها التمر اهو. وانا بغذي بدقيق قمح كامل. هنغرس فيها البلحية المقسومة 2 دي. البطرمان ده نضيف على فكرة، انا كل اسبوع بحط بطرمان نضيف. بس هنغرزهم فيها كده ونداريها بس. وانا هنضف الحواف بتاع البطرمان ده من جوه. ودي تاني واحدة، يبقى فاضل واحدة بس، اللي هي اللي واخداها من الام، ان هي كنت حاسة انها ميتة، وبعدين لما حطيتها لقيتها يعني اتضاعفت اكتر، فحبيتها بصراحة. دي مش قادرة افرط فيها يعني، فانا كل اسبوع باخد منها برضو وبغذيها. والنهارده اعمل ميني بيتزا بقى للولاد يعني. بس هغذي بقى هنضف دي خلاص كده مع التانية، وهبتدي اغذي برضو ديت، اخد منها جزء والجزء الباقي اغذيه. ولما تنشط شوية على طول هروح شايلها في التلاجة. وده البطرمان اللي هحط فيه البواقي كلها، اللي هعمل منه البيتزا. دي البواقي دي كلها هلمها وهديها تغذية، وهو ده اللي هخبز بيه النهاردة. هم تم تغذيتهم، هما التلاتة، اللي هي المزر دي، المزر الأم، ودي اللي بالتمر، ودي اللي هي التانية اللي متاخدة من الأم. بحب أحافظ عليها، كانت نشطة جدا، فبحب برضو أخد منها جزء وبغذيها. دول كده تمام. هسيبهم يتفاعلوا بقى شوية، ينشطوا شوية، وهيتشالوا في التلاجة للأسبوع الجاي. ودي خلاص، دول هشيلهم بقى التلاتة دول. ودي اللي هخبز بيها، ضعفت ولسه بتضعف.